الاحتلال التركي لم يتوقف عن قصف مناطق شمال وشرق سوريا منذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة، وارتكب العديد من المجازر التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب. وأصبح جليا للعلن أن الهجمات التركية لم تأتي في سياق أكاذيبها المبتكرة في الحفاظ على أمنها القومي، وتجلى ذلك في عديد من الهجمات التركية التي أصيب على إثرها العديد من المدنيين من بينهم الأطفال والنساء. دولة الاحتلال لم تلتزم بهذه الاتفاقيات ووسعت نطاق هجماتها ليصل إلى عمق 50 كيلومتر داخل الأراضي السورية، مستخدمة بذلك كافة أنواع الأسلحة بما فيها الطيران المسير والطائرات الحربية، واستهدفت التجمعات السكانية والبنى التحتية، وقامت بذلك في محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهجير السكان. يجري في المنطقة هو تحت أنظار الضامن الروسي، وإضافة لذلك قامت قوات الاحتلال باستهداف نقاط قوات حكومة دمشق المنتشرة على خطوط التماس مع العدو التركي، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى بينهم دون أن يكون هناك أي تحرك جدي وصارم لوقف انتهاكات الاحتلال العثماني بحق هذا الشعب. ونحن في قوات سوريا الديمقراطية عامة وقوات مجلس تل أبيب العسكري خاصة كنا وما زلنا على أتم الاستعداد للدفاع عن شعب شمال وشرق سوريا، والسير على درب شهدائنا ومتابعة المقاومة حتى تحرير كل شبر محتل من أراضينا المحتلة.